سلام يا حبايب، اليوم جايب لكم مقاطع عن بلد عربية بتاخد العقل. ومستحيل حدا منكم يعرف هي البلد شو هي، لأنه ما رح يتوقع إنه هي البلد فيها هيك أماكن طبيعية مثل أوروبا، مثل سويسرا، مثل جورجيا، مثل أي بلد هيك فيها خضار ومناخ حلو. وهلأ خلينا نشوف مع بعض هي المقاطع الحلوة، وانتوا اكتبوا لي بالكومنتات أنو بلد هي. هون في قرية على راس الجبل، شوفوا ما أحلاها. بتوقع أي حدا بيمشي بهذا المكان بيتزحلط، لأنه مبين كأنه هيك كتير شي لميع وبيزحط الواحد فيه، بس المكان بياخد العقل، كتير حلو. حدا منكم شايف هاي البلد من قبل وبيعرف وين هاي المنطقة؟ يجاوب لي بالتعليقات، بآخر الحلقة رح أقول شو هي البلد. شوفوا ما أحلاها، يا الله سبحان الخالق، يا إلهي. مستحيل تفكروها هي الدولة ما بدي أقول اسمها هلا. مستحيل تفكروها، رح أقرب لكم إياها. مستحيل تفكروا هي البلد بالخليج العربي. يا إلهي، بتحسوها كأنه بكسب. حتى بلبنان بتشبهها، بتشبه كتير أماكن حلوة بالعالم، بس مستحيل تتوقعوها. هون عن جد كأنه بسوريا هاي. أبدا، الساحل السوري، الجبال اللي هنيك، السمرة، كسب، تشالما، هيك شغلات كلها بتشبهها. بس أنا اللي مستغربه كيف هي البلد العربي الموجود بالخليج، يعني ليش ما مروجين لهذا الشيء؟ يعني عندهم مناطق بتاخد العقل. ما بعرف ليش هيك معتمين عليهم تعتيم، أو بالأحرى مو تعتيم. هنن لأنه كلهم بينشر على الانستا أو تيك توك مثلا مئات ملايين البوستات، فطبيعي ما نحسن نشوفهم كلهم. يعني انت قديش بتشوف باليوم؟ أو انت 10 20 30 40 مرة بتعملوا هيك تخطي المنشورات؟ أكيد ما هي وصل لعدد كبير يتحلك تشوفي هيك مقاطع. حتى هي أنا أول ما شفت هذا المقطع قلت هي البلد مستحيل تكون عربية. حتى عربية يعني ما توقعت، لأنه مبينة بالضبط كأنه بسويسرا. هلا ممكن تعرفوها. يعني أنا لما شفت المقطع ما صدقت، لحتى فت لعند صاحب البروفايل، طلع هو مصور بالدرون بيصور بهي الأماكن، وشفت التعليقات إنه عن جد هي المكان موجود ببلد عربي مو أجنبي. يعني أنا مثلكم ما صدقت، قلت مستحيل تكون هي البلد بالسعودية. خلاص السعودية. تخيلين، هاي قرية رجال ألمع، يمكن هيك اسمها التراثية، موجودة بعسير على ما أظن. شوفوا ما أحلاها، خيالية عالم تاني. مستحيل، يا الله. نحنا يعني لحد اليوم نتفاجأ بأماكن موجودة بالخليج ما كنا نتوقع. ليش؟ نحنا مفكرين الخليج كله صحراء. وأنا لما أجيت على الإمارات اكتشفت إنه مو بس صحراء، هو في أماكن كتير حلوة وفي محميات طبيعية ببلادنا ما موجود مثلها. يا إلهي، هذا المنظر بياخد العقل. كمان هذا بعسير على ما أظن. يمكن أنتم خطر ببالكم أنه تكون سلطنة عمان، لأنه هذا المكان هو متواجد بجنوب السعودية، والطبيعة اللي هنيك هي امتداد للطبيعة الموجودة بسلطنة عمان، تشبه كثير. القعدة الملوكية اللي هنيك. أوه، هي تبوك، هي يمكن تبوك. يعني حتى في عندهم صحاري بتجنن وأماكن تاخد العقل، بس عن جد نحن ما بنعرف شي عنه طلعنا. هلا يمكن تقولوا لي انه شو كتير بالسعوديه وبالخليج، شلون بدنا نفوت على هيك اماكن او نضل فيها او نستاجر فيها؟ ما من الشهر العاشر للرابع الجو بياخد العقل بالدول الخليج. فبالعكس، يعني في وقت منيح لحتى تزوروا هيك اماكن بالشتاء، يكون هو ربيع او صيف معتدل، بيكون بهذا الوقت عنا نحن بالخليج. والله العظيم ولا 1% كنت متوقع انه بالسعوديه في هيك اماكن. أنا فرحت إنه يعني الواحد بيزور أماكن قريبة ومناطق بتشبهه من طبيعته، من نفس العادات التقاليد الدين. هذا الشيء كله بيريح كمان.
يعني أنا حاطة ببالي سلطنة عمان وجنوب السعودية لازم ينزاروا. وأكيد بالمقام الأول مكة والمدينة، بيروح الواحد بيعمل عمرة أو بحج، وبعدين بيجي على هاي الأماكن، رغم إنه يمكن بعاد كثير عن بعض، لأنه السعودية ما شاء الله قارة بحالها مساحتها. بشرفكم كنتوا بتتوقعوا 1% إنه هاي الأماكن الحلوة موجودة بالسعودية؟